السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير. اليوم كاين ثلاثه النقاط غادي نهضروا عليهم في هذا الفيديو ان شاء الله. تاهل المنتخب الوطني للشباب اقل من 17 سنه بدوله الجزائر الى النهائي، وفريق الوداد البيضاوي التعثر ديالو امام سان داونز ومركب محمد الخامس، وكذلك تدمير فريق الرجاء البيضاوي. ثلاثه النقاط هادو اساسيين في هذا الفيديو. اول حاجه ان شاء الله، اول حاجه هنيئا للمنتخب الوطني للشباب، بينوا اليوم على القتاليه ديالهم، على الروح الوطنيه قلب الجزائر، بالرغم صفرة الاستهجاف النشاط الوطني، وبالرغم ضربه ترجيحيه كلشي شاهد فين ما كيمشي شي مغربي يضرب بيلانتي والا كتكون صفرة الاستهجان. يعني كحنا عرب كجيران ما خاصهاش تكون هاد العنصريه حتى لهاد الدرجه هادي. مهم مبروك، نقول لهم بهذا المنبر مبروك للمنتخب الوطني المغربي، هنيئا لكم بهذا التأهل إلى النهائي. غادي يلعبوا إن شاء الله أمام المنتخب السنغالي، عندهم نفس استراتيجية بحال المنتخب المالي. يعني المنتخب الوطني المغربي قصار القامة، منتخب مالي ومنتخب السنغال عندهم طول القامة فيه شي متر و80، كاين فيه متر و86 و85، عكس المنتخب الوطني المغربي ما كيتجاوزوش متر و70 متر و73 72، كيلعبوا غير على هذا الشيء هذا. مهم مبروك عليهم، مبروك للاشبال سعيد شيبه ووليداته. يعني تقاتلوا اليوم، بينوا على القوه، بينوا على الرجوله ديالهم، حنا معاكم في السراء وفي الضراء. مبروك عليكم، تقاتلتوا، بينتوا بانكم اشبال المستقبل. يعني بلاصتكم في المنتخب الاول ان شاء الله تدريجيا غادي يكون، يعني غادي تلعبوا مع منتخب اقل من 19 سنه، اقل من 20 سنه، اقل من 23 سنه، منتخب اللي هي منتخب الاولمبي. وان شاء الله بلاصتكم في المنتخب الاول في المستقبل. كاين بنادم يكون يتريني على راسو ويتقاتل باش تكون نتوما المستقبل ديال المنتخب الوطني الاول. مهم مبروك لسعيد شيبه وليداته. ثاني حاجه، فريق الوداد البيضاوي فريق كارثي، حسوني ما كانش في تيران، يحيى جبرا ما كانش كذلك، حداد اخويا ما بسبب نيش ما جرات عليك الرجاء، يعني ما بدون مستوى. جرات عليك الزمالك، جرات عليك الرجاء، ولكن ما بينتيش صراحه تقال. ماشي في النيفو ديال فريق الوداد البيضاوي. سان داونز امام الوداد في ملعب جنوب افريقيا غادي تكون مقابله صعبه للغايه، تكون مقابله قويه، لان سان داونز راه برازيل افريقيا، بهذا المفهوم هذا راه برازيل افريقيا. يعني اي فريق اللي كتمشي سان داونز والا كتربحها. وكنتمنى نكون غلط، الوداد تبين على القوه ديالها ان شاء الله، التاهل الى النهائي ان شاء الله من قلب جنوب افريقيا. كنقول لكم من هذا المنبر تقاتلوا، كونوا رجال، كونوا رجال، ان شاء الله التاهل غادي يجي من جنوب افريقيا. يا رب يكون تاهل ان شاء الله باش تكون السيطره المغربيه على الكؤوس. يعني تكون السنه 2023 تكون فيها الخير ان شاء الله على الفرق المغربيه. النقطه الثالثه اللي هي فريق الرجاء البيضاوي. السي البدراوي دمر فريق الرجاء البيضاوي. كانوا لاعبين السنه الماضيه كانوا لاعبين في مستوى. اول حاجه مشى فابريس نكوما، مشى محسن متولي، مشى العرجون. يعني وكاين واحد اللاعب عاوتاني ديال فابريس نكا، الظهير الايسر، اللاعب الكاميروني. يعني كاين شي خمسه لاعبين اساسيين في فريق الرجاء البيضاوي. جا السي البدراوي كيقول لهم لا مكان لكم في فريق الرجاء البيضاوي. يعني الرجاء دمرت في البطوله، ولات دابا مكلاسيه الرتبه الخامسه، جات في الكاس العرش بصعوب، شقت الانفس باش تاهلات. يعني كما كيقولوا بسطارطير امام فريق شباب المحمديه. مهم مبروك عليكم، زعما بهذه الازمه هذه الامكانيات اللي عندكم بدون رئيس مؤقت. كنتمنى فريق الرجاء البيضاوي ترجع للمكانه الاصليه ديالها. احسن جيل اللي داز في الرجاء البيضاوي في العصبه هو في عهد عبد السلام حنان. يعني هذا السيد هذا اللي خدم فريق الرجاء البيضاوي، جا السي البدراوي دمرها. غنجيب لكم، غنكون لكم لعابه في الاخر ما جاب حتى شي حاجه، جايبهم عم الهوات، جايب من الهوات وجايب كيقول لهم جبت لكم، هو راه ما جاب حتى شي حاجه. السي البدراوي جيتي دمرتي، دخلتي بواحد الخطه ديالك ولكن الخطه فاشله، شفتي في عقت بك.
علاش مسميه كذا ترتار؟ يعني كتهضر عا في الخاويات. غادي نديرو، غادي نفعلو، غادي نديرو، غنديرو العصبه، في الاخر ما ديتي لا عصبه لا بطوله. الكاس مشيتي، المهم دابا تاهلت للنصف النهائي ماشي مشكل، ولكن اخويا راه ما درتي بالرجاء والو. درتي على محسن متولي، كنتي بعتي لعابه. فابريس نغوما وسط ميدان كان خير من اللاعبين الاجانب اللي كانوا في البطوله الوطنيه. جيتي خرجتي عليه صيفطتيه بحالو. مالونغو مشى، رحيمي مشى. يعني ماشي هذه هي الكره المغربيه، وماشي هي هذه هي فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى من الرجاء البيضاوي ترجع القوه ديالها وترجع المستوى ديالها. ان شاء الله نشوفوها في البطولات، نشوفوها ان شاء الله في كاس الكؤوس، نشوفوها ان شاء الله في تشامبيونز ليغ، ترجع بقوه. لان دابا السنه المقبله ان شاء الله غادي باين 100% غادي تكون فريق الجيش الملكي وفريق الوداد والفتح، هذوما اللي كيدابزوا على البطوله. يعني جوج الاولين الرجاء خارجه منهم. توفيق لهذا الثنائي اللي غادي يكونوا ان شاء الله، يا اما الجيش يا اما الفتح الرباطي او الوداد البيضاوي. اما فريق الرجاء البيضاوي كنتمنى دير العصب كاس العرش باش تشارك في كاس الاتحاد الافريقي السنه المقبله، لان البطوله ما بقاتش كتنافس عليها. تشامبيونز ليغ خرجت منها، وكنتمنى الرجاء دي كاس العرش، الوداد دي تشامبيونز ليغ، ومنتخب الاشبال ان شاء الله يديو كاس افريقيا من قلب الجزائر. تحياتي لكم، اللهم يسر.